هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. الخطوة اللي انت تخطيها كمل وياك ترجع فيها، ارسم حلمك يلا بنيها، ارسم طيارة وطير بيها، هتلاقي المسافات بتقرب، بس تجدعن يلا وجرب، والأتوبيس هيعدي عليك هيساعدك والحلم يقرب. كل محافظة وكل مدينة لو مشروع لسه بدرينا، ارمي حلمك بس علينا هيطلع للنور. الأتوبيس هيلف يدور ويقلب بطريقك نور، هيساعدك توصل لطريقك وتحس معاه بسرور. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. قبل ما ندخل المنوفية يمكن كان تصورنا عن الصناعة هو التصور التقليدي، أن الصناعة تتركز في المناطق الصناعية، والمنوفية فيها 3 مناطق صناعية هي السادات وشبين الكوم وإوسنا، ولكن الحقيقة اكتشفنا أن هناك قرى فيها مصانع ضخمة تشبه إلى حد كبير وقد تتفوق على المصانع اللي موجودة في المناطق الصناعية. يمكن شفنا في النعناعية واحد من مراكز تصنيع البصل، تجفيف البصل، يمكن تفكرنا بصناديد اللي موجودة في الغربية. صناديد في الغربية هي أهم مركز في مصر لتجفيف وتصدير البصل، وهو منتج أصبح استراتيجي لقيمته الكبيرة جدا في الصادرات المصرية. تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ احنا جايين نشوف المصنع ونتعرف على يعني الامكانيات الصناعيه اللي موجوده عندكم. سامعين عنكم قبل ما نيجي. اهلا وسهلا. احنا دلوقتي في النعناعيه، مركز اشمون، مركز اشمون، محافظه المنوفيه. ده واحد من اكبر المصانع اللي كل انتاجها مخصص للتصدير الحمد لله، وفي جزء صغير جدا من شغلنا ده للانتاج المحلي، للسوق المحلي. زي ما حضرتك عارف احنا شغالين مع الشركات المالتي ناشونال. احنا ابروفد للشركات العالميه بره للشركات الام، فبالتالي احنا بنشتغل مع الشركات الخاصه بيها هنا في مصر ان شاء الله. احنا يعني تقريبا القريه كلها قائمه على الصناعه اللي موجوده الحمد لله. هو المصنع الحمد لله بيخدم 25 كيلو متر مربع حواليه. توفير فرص عمل للناس المتاحين حوالينا على مدار 25 كيلو مربع.
والنهارده البنك الأهلي المصري بيتشرف بتكريم أبطال البعثة الأولمبية المصرية باريس 2024. من أرض البداية كملوا يا أبطال الحكاية. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. احنا هنا دلوقتي في منطقة الإنتاج. البصل بيجي لنا في شويلة وبيخش مراحل تنظيف وغسيل وتقطيع وتجفيف لفرز المنتج. دي مكنة بتشتغل بالليزر وبالكاميرا عشان أي حاجة غريبة غير البصل بتشيلها. البصل الخام بينتج النسبة 1:10، يعني كل 10 طن لو أنا دخلت 10 طن طازة يدوني 1 كيلو. في بعض القطعيات اللي ما بتتوفرش عند الآخرين أو عند اللي بيطلبها بعض المنتجين، زي مثلا البرازيليين بيستهلكوا نوع من الشوربة بصل دايسر أو اللي هو 9 في 9 مللي، وبيكون توستد قطعية معينة وشكل معين عشان تحطه في الشوربة المجففة عندها، فده بياخدوه من هنا والحمد لله في تعاقد طويل بالنسبة معاهم يعني. كل الانتاج صعب، مفيش حاجه ما فيهاش فيه حاجه، يعني مفيش حاجه سهله، يعني كل الناس لازم تبقى مركزه في شغلها وفي المناطق اللي هي موجوده فيها عشان تقدر تحافظ على النوعيه الكويسه. احنا بنشارك في معظم الفود انجريدينتس اللي على مستوى العالم كله. بالنسبه للمحلي برضو بنشارك في المعارض اللي بدأت تتعمل هنا في مصر بالنسبة لمكونات الغذاء والغذاء. باشمهندس، عايز حضرتك تقول لي بقى، احنا دلوقتي واقفين في المرحله الثانيه في التصنيع. المرحله الثانيه بتبدا حضرتك دي بدايه من استلام الخامه خلاص داخليا، ده خلاص كده دي تعتبر المنطقه المعقمه والنظيفه كليا. بنبدا ناخد الخامات، بتبدا تحصل عليها عمليات التجفيف، بعد كده بتبدا حضرتك تقام عليها عده عمليات ثانيه بعد التجفيف. ده بيبقى على حسب النوعيه بتاعت العميل نفسه، العميل محتاج القطعيه شكلها ايه، لان احنا بنشتغل في فرايتي واسعه جدا، في قاعده واسعه جدا من القطعيات، على حسب طلبات العميل نقدر نوفر لكل عميل القطعيات اللي هو بيستهدفها ومحتاجها ايه نقدر نعملها له الحمد لله. بنبدا بعد عمليات التجفيف ده خط فصل كثافات، بنبدا نفصل من خلاله الكثافات عشان نبدا نوصل لشكل البضاعه ومنتج، والبضاعه نفسها كشكل ومنتج اللي العميل محتاجه. بنبدا هنا نفصل الكثافات، بتبدا تطلع من خلالها 3 قطعيات، خفيف وتقيل ووسط. الوسط احنا بنقبله
التقيل بيبدا يخش يعالج عشان بيبدا يخش في غذاء اخر منه غذاء الاعلاف بتاعت الحيوانات والكلام ده. القشور الخارجيه دي بتبقى القشور اللي ناتجه من عمليات التجفيف نفسها والمنتج الخفيف نفسه. بنبدا بعد كده بتبدا البضاعه نفسها بتبدا تخش في طور تاني خالص اللي هي تجهيزات للتعبئه النهائيه. دي المرحله الثالثه، دي المرحله اللي بعد كده. هنا المرحله دي بتعتبر من المراحل بتاعه الكريتيكال كنترول بوينت بتاعه التحكم في البضاعه نفسها كمايكرو بيولوجي. ازاي اللي انا اقدر انزل بالبضاعه نفسها بالتحاليل لاكتر حاجه انا اقدر انزل بيها. لان زي ما حضرتك كنت بقول لحضرتك من شويه اللي احنا بنهتم جدا بالجوده بتاعه البضاعه نفسها، وبنعمل جاهدين دلوقتي اللي احنا نقدر نقدمها لحضرتك بسعر مناسب. مصنع الحمد لله بيشكل من حوالي من 25 ل 30% من نسبة صادرات مصر من الخضروات والفواكه المجففة. احنا بنصدر أوروبا، بنصدر أمريكا، بنصدر اليابان، بنصدر دلوقتي بدأنا نشتغل مع بعض الدول العربية زي تونس، المغرب، دبي، لأن زي ما أنا قلت لحضرتك اللي احنا بنعتبر سبلاير، بنعتبر موردين للشركات العالمية على مستوى العالم. عندك كم عامل بقى بيشتغلوا في المصنع هنا؟ هو العاملين لان المصنع منقسم لنوعيتين من العماله، عماله مثبته وعماله موسميه. العماله الثابته عندي حوالي 100 ل 105 عامل، دول موجودين لان المصنع حضرتك انا نسيت اذكر لحضرتك مصنع شغال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. المصنع شغال لمده 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، بتتقسم ل3 شيفتات. فبالتالي بيتقسموا على المصنع. في عماله اللي هي الغير مستديمه اللي هي العماله دي بتبقى من طلبه المدارس والكلام ده كله، لان زي ما حضرتك عارف القريه هنا يعني احنا في قريه، فالناس بتحاول برضو ان هي توجد سبيل ان هي توجد فلوس عشان التعليم والكلام ده كله، احنا بنساعدهم اللي احنا نقدر نوفر لهم، وده بيعتبر من المسؤوليه الاجتماعيه اللي احنا بيشتغلوا معانا بس في اشغال طبعا. بس عايز اقول يعني القيمه الكبيره جدا للمصنع والامكانيات المهوله والنسبه الكبيره جدا في حجم صادرات مصر، تقريبا ما يقرب من 30% من صادرات مصر الحمد لله، والعدد القليل من عدد العماله ده بيقول ان تقريبا كل حاجه هنا بالتكنولوجيا وخطوط انتاج. احنا ما شفناش عمال، يعني شايفين خطوط انتاج كلها بتسلم بعضها شغاله ما عدا المرحله الاولى. بيدخل البصل هناك، بيدخل بقى هو مع نفسه في خطوط الانتاج. لا متواجد، هو طبعا بيبقى متواجد طبعا في فنيين ومهندسين وعماله كمان موجوده. بس احنا دلوقتي في فتره ده فاصل ما بين المواسم بعضها وبعض، فبالتالي بتبقى العمليات اللي متواجده دلوقتي كلها بتبقى عباره عن عمليات تنظيف وصيانه للماكينات. اثناء الصيانه بتاعت الماكينات ممنوع حد يبقى متواجد هنا، لان ممكن قطعه تقع من مكنه او حاجه تؤدي ان ممكن يحصل اصابه لعامل او حاجه. فطبعا ده من ضمن التعليمات بتاعت السلامه والصحه المهنيه. جنب ذلك اللي احنا عندنا في احنا بنشتغل 27 يوم في الشهر، و3 ايام المصنع بيبقى متوقف بالكامل. بيتم فك المصنع بالكامل وتطهيره وتجميع المصنع من اول وجديد في 3 ايام. وفي ال3 ايام بس ما بتبقاش القائم بالعمليات دي، اللي احنا بنبقى قايمين بعمليات الصيانه والتنظيف بس. بنبدا ندي دورات تدريبيه لكل العماله اللي متواجدين عندنا هنا في الشركه، على اساس ان هم يبداوا يتدربوا على النظافه الشخصيه، نظافه المنتج. احنا عايزين ناخد جوله مع حضرتك برضو كده ونشوف الامكانيات النعناعيه. هنا المعمل فيه اختبارات كيميائيه، بنشتغل النيوتشر والاش كونتينت والانسوليبل اش والطعم والريحه واللون. دي اختبارات فيزيائيه بتتم على العينات اللي بتيجي من خط الانتاج من تحت، والعينات كلها اللي بتطلع من الشركه قبل التصدير لازم تكون مطابقه للمواصفات المصريه والمواصفات الاوروبيه. غالبيه الانتاج بتاعنا بيبقى في البصل المجفف، بنشتغل بصل مجفف وتوم مجفف وكرات، بس غالبيه الشغل بتبقى حضرتك على البصل المجفف، بس كله بيتعامل معامله واحده في التحليل. فهو تحت في قسم الانتاج في مسؤول عن اخذ العينات، وبياخد من كل العبوات، ما بناخدش عينات عشوائيه. تيجي العينه من قسم الانتاج تخش هنا الاول على معمل التجهيز، بنجهز العينه عشان نشتغلها مايكروبيولوجي، وبعد كده بتاخد تخش على معمل الميكروبيولوجي بتعمل لها التحاليل اللي هي الخاصه بالمواصفه بتاعه البصل، والعينه اللي بتبقى مطابقه دي بنديها ريليز، ودي بتسافر وتروح للعميل.
لو في عينه مش مطابقه او خارج المواصفات دي بنرجعها تاني خط الانتاج، بيتم عليها عمل معالجات حراريه وننزل الحمل الميكروبي بتاعها لحد ما تبقى جوه المواصفه المصري والمواصفه بتاعت العميل. البصل حضرتك تكون صالحه او للاستخدام الادمي، اما تكون ما فيهاش ميكروبات مرضيه زي السالمونيلا والشريش كولاي والشيجيلا، ويكونش فيها ميكروبات بعد كتير. في ميكروبات مش مرضيه مسموح بيها، دي زي ميكروب الكوليفورم، ده اصلا موجود في امعاء الانسان وامعاء الكائنات الحيه. احنا بنعمل مساحات للخطوط وبنعمل مساحات للعمال، وعشان نتاكد من نظافه البيئه اللي العمال شغالين فيها جوه، مساحات من الارضيات نفسها، مساحات من المكن، اللبس بتاع العمال، ايدين العمال، بالذات بعد ما يجوا قبل ما يخش خط الانتاج، عشان نتاكد ان هو داخل خط الانتاج ايديه تكون معقمه وما فيهاش اي ميكروب. عرض الصيف من البنك الاهلي المصري، اشتري بكريدت او الديبت كارد وممكن تكسب لحد نص مليون جنيه. فمدام ندى حققت كل احلامها، بس اللي يشوف مدام ندى دلوقتي ما يشوفهاش قبل كده. دي مدام ندى طول السنه. هلف لفه وارجع لك. هبص بصه كده واجيلك. انتوا فاتحين لحد الساعه كام؟ عندكم فروع في العبور؟ طب وسط دهشور مش هيليق على المطبخ عندي. حاسه انه محررني، حاسه انه مقلبظني شويه، مش حاساها اصلا. في منها 53، طب في منها 47 ونص. مش عارفه قوي هلبسها فين، مش عارفه هلبسها على ايه، مش عارفه هلبسها ليه. في منه موف، طب في منها اخضر الكورس بتاعها موف. حاسبيلي على كل الفساتين والجواكت بالكريدت واي حاجه تانية بالدبت. اللي طول السنه نفسك فيه جه الوقت انك تشتريه، عشان كل 1000 جنيه هتصرفها بكريدت كارد او ديبت كارد البنك الاهلي المصري طول فتره الصيف هتدخلك سحب، وممكن تكسب لحد نص مليون جنيه. عرض الصيف من البنك الاهلي المصري، اي شروه ممكن تعمل لك ثروه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. ده الخط اللي حضرتك قلت لي الخط الامريكي. تمام. المنتج احنا بنبدا نسلمه بعد عمليات التجهيز من عليه، بنبدا نخرجه، الكونتينر بيبدا يحمله من اخر المبنى. يعني المنتج ما بيبداش يحصل عليه تداولات خارجيه خارج العنابر بتاعه التجفيف نفسها والعوامل والعنابر بتاعه الانتاج الداخليه في الشركه. عباره عن موديولات صغيره جدا. وبتطلع يعني غاز ولا بكميات قليله؟ بتطلع غاز طبعا. هناك كده لو حضرتك شفت دي مطلعه غاز، يعني دي شغاله ومطلعه بالفعل غاز. انما حضرتك بس كده ده عايل، ده عايل هو مطلع غاز، انه هو عايل. ده ايه بقى اللي الغاز هو اللي بيرفع كده. التانك اللي حضرتك شايفه فوق ده، يعني انا الوحده دي بتطلع لي مكنه غاز قد ايه مثلا؟ حسب حجم الوحده. الوحده دي اللي عندي على مستوى العالم كله الحمد لله، ودي ده من فضل ربنا علينا. الوحدات في العالم كلها كل متر مكعب بيدي تلت غاز. يعني كل متر مكعب من السائل بيدي لتر غاز، بيدي التلت بتاعه غاز. الحمد لله الوحده بتاعتنا كل متر مكعب بيديني 2 ل 3 متر غاز. انا عندي هنا بطلع 1000 متر في اليوم. 1000 متر اللي برضه اللي هم انا بفهم بانبوبه البوتاجاز، واخد بالك؟ لان الغاز حتى السائل في الانابيب ما بنعرفش نقيسه. تمام. يعني بيعمل كام انبوبه؟ يعبي كام انبوبه ده مثلا؟ لا المتر ما يعبيش انبوبه.
المتر ما يعبيش انبوب. المتر ما يعبيش انبوب. كم متر يعبي انبوب؟ يعني لا خارج معلوماتي انا خالص، ما اكذبش عليك. لان الانبوبه بتبقى مضغوطه، على بار، بتبقى مضغوطه جامد. يعني الانبوبه نفسها بيبقى فيها ضغط جامد. يعني قصدي هل ده الخط ده ينفع نعمله برضه زي الفكره بتاعت خطوط الانتاج المتحركه اللي هو مثلا؟ طبعا. وده بالتالي في مصانع كتيره جدا. في دلوقتي بيوت بدات تستخدم، وده هتلاقي مصانع ايه اللي ممكن تستخدمه بقى لو احنا عملنا خط الانتاج ده؟ البيوت نفسها ممكن تستخدمه. البيوت نفسها. في عزبه هنا جنبنا يعني اسمها شنشور. تمام. دول بيشتغلوا شغلهم الرئيسي في تربيه المواشي. بيبداوا يلموا الروث والحاجات بتاعت المواشي. وعندهم معمول لهم وحدات صغيره. يعني احنا ممكن نصنع وحدات متنقله من دي. تمام. وننتج فيها غاز، يعني بقى انتاج غاز منزلي. طبعا. طب تكلفه الوحده ممكن في حدود قد ايه تقريبا؟ برضو ارجع للايه؟ انت هتقولي برضو تكلفه الوحده دي كام؟ انا هرد عليك بعد بيومين بكتير هتلاقيني بكلمك ان شاء الله. هو كده بيصنعوا بقى الحاجات بتاعتهم صح؟ لا هنا دي لان انا عندي الخامات لما بتنزل المفروض الخامات بتتحط في البلتات عشان تسهل عمليه الهاندلنج بتاع البضاعه نفسها. هنا طبعا عندنا الحمامات بتاعه المصنع، المطبخ بتاع المصنع، لان احنا بنقدم وجبه للعمال. العامل ممنوع يجيب اكل معاه من بره عشان اقدر احكم العمليه بتاعه الحساسيات والكروس كونتامينيشن. فبنبدا نوفر لهم وجبه، لكل ورديه ليهم وجبه. طبعا الجنينه اللي معموله هنا دي، الجنينه دي كلام تاني خالص. الجنينه لان المنتج بتاعي لونه ابيض. فالناس اللي شغاله في المنتج اكتر من نص ساعه بيبدا عينيها تحصل فيه مشكله. فبتبدا تبدا تشوف فرايتي، تبدا تشوف مجال واسع من الالوان. تبدا تنشط نشاط العصب بتاع الرؤيه، تبدا ترجع للشغل تاني. عرض الصيف من البنك الاهلي المصري، اشتري بكريدت او الديبت كارد وممكن تكسب لحد نص مليون جنيه. فكريم حقق كل احلامه، بس كريم كان حاجه تانية خالص قبل كده. لا انا ببص ريع كده على حاجه، حاسه مش احسن حاجه. وانت ايه رايك؟ لحسن اغرق ولا حاجه؟ لف واجي بسرعه. عندك منها 12 سرعه. تخي بيخربشني، العطيفه بتشعرني، الستان بيزغزغني، حاسه مش هيعجب مراتي. اسعارها ابعتها لمراتي. صوتها مش عالي قوي. صوتها عالي قوي. هات رقمك وهكلمك. هسيب لك رقمي وكلمني. انا بس لازم امشي حالا، هعدي وقت تاني. انا هزود دي كمان، حاسب عليها بالكريدت او الديبت. شوف انت اللي طول السنه نفسك فيه، جه الوقت انك تشتريه. عشان كل 1000 جنيه هتصرفها بكريدت كارد او ديبت كارد البنك الاهلي المصري طول فتره الصيف هتدخلك سحب، وممكن تكسب لحد نص مليون جنيه. عرض الصيف من البنك الاهلي المصري، اي شروه ممكن تعمل لك ثروه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. حكايات بنكتب بدايتها، ماشيين وراها في سكتها، عايشين بروحها وقوتها، ومكملين سوا من سنين. بنروح أي محافظة ونعيش لحظة بلحظة، أجيال واعية وحافظة، وبقلب دول شغالين. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اكسسوار ونجف ورخام، كله بيحكي ويتحكى بيه، وحديد مصر لا يعلى عليه. مصنعنا دي مش عايزة كلام، مزرعنا تملي في تطوير، والأحذية بقى والسجاد مشهد كل لما بيتعاد، نلقى أملنا في بكرة كبير. الأتوبيس بيلف كتير عاللي بيشقى وعنده ضمير، لو فين بقى بيروح ليهم لسه يا مصر الدنيا بخير. الأتوبيس بيلف كتير عاللي بيشقى وعنده ضمير، لو فين بقى بيروح ليهم لسه يا مصر الدنيا بخير. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.